تصحيح هالمفهوم قد ما فينا، خاصة للجيل الجديد. نعم. بظل الأزمات اللي عصفت بلبنان وبعدها عم تعصف، كثير من القطاعات تراجع وفي قطاعات تنازع، وبدي خص من بيناتها قطاع الصحة وقطاع التربية. أنتم كمعارضة هل عندكم خطة لإنقاذ ما تبقى من هذه القطاعات، خاصة أنه لما يكون البلد ان كريز دغري التعليم هو امباكتي ديريكتومون وكمان قطاع الصحة، هيدا الأهم. هو السؤال تغييري. ليش لك تغييري؟ دائما نحن عم نعاني بالعمل التغييري. هلا لانه بيقولوا عنا التغيير مش عملتوا لنا، وانا عم بحكي هلا بالحقيقه المباشره. عم نقول لا كل الوقت، بس ما عندنا بدائل، ما عم نطرح بدائل. سؤالك عم بيتوجه لي هل عندكم بدائل؟ انا سؤالي كثير حلو، حبيته. اول مره حدا بيعطيني مقاربه تغييريه، لانه مش بس بدنا نقول لا، لدرجه انا كنت عم بقول انه نحن تحولنا الى مجموعه نواب اسمها مجموعه نواب اللا الرافضه، بنعرف نقول لا بلا ما بنعرف نحط بدائل، مع انه واجبنا، انا مش هيك كنت عم بقول لك، واجبنا التشريعي هو انت مشارك بالعمق الاستراتيجي لسياسات الدوله. فلذلك لازم يكون في افكار، هي اول شغله، وملتزمين. ونحن نعم لدينا افكار وطروحات ونعمل على بلورتها. اول شيء عندنا مشاركه، انا كعضو باللجنه الصحيه للمجلس النوابي عندي على تماس بكل التشريعات واللي عم بيصير، وبكل نقوم بما يقوم به. عندنا تصور للخروج من الازمه. القطاع الصحي بلبنان، القطاع الصحي ان كان على الجهات المانحة الخدمات يعني أطباء ومستشفيات، أو على صعيد المواطن اللي هو تحت عبء كتير كبير ما عم بيحصل على الخدمات الطبية، الدواء والاستشفاء. فنحن ومجموعة نواب ومجموعة من النشطاء بالمجتمع المدني وحقوقيين عم نعمل دورات متتالية، وهلا عم بقول لك يمكن اول مره بقولها على الاعلام بشكل مباشر، لحتى نوصل لتصور مش بس اول شيء للتصدي لما يجري من هدر لاموال اللبنانيين بالصفقات والسمسارات اللي عم بتصير بحجه الدعم، واللي بعدها مستمره لحد هلا، وهي كان لها الامباكت الكبير بهدم الثقه مش بس بالقطاع الصحي، بالقطاع المصرفي، لانه صار في هدر كثير مال. ف نتصدى للي عم بيصير ويكون عندنا بدائل، تصورات. نعم عندنا البدائل وعم نشتغل عليها وعم نحاول نظهرها، ومش بس بالتلك النائب هو يشتغل بكل الاختصاصات من حيث المبدأ. أنا على تماس مباشر مع الاختصاصات الطبية لأني طبيب ولأني باللجنة النيابية، ولما نحن كمان اللي تفضلت فيه على الصعيد الوطني مش بس التربوي، نحن عم نشتغل على مشروع على صعيد الوطن هلا، هو خلق الإنسان المواطني وليس الإنسان الطائفي. هيدا بيبقى معبر وكمان من خلال المؤسسات التربوية اللي عم نشتغل عليها. وعندنا مشاكل كتير بالقطاع المصرفي وإعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني وحقوق المودعين والمحافظة عليهم، وكيفية ليس فقط في الشعارات وإنما كيفية استرجاعهم. كمان عندنا ورشة عمل اليوم هلا بعد شوي نص ساعة، عندنا اجتماع مع كل اللجان المختصة، لجان يعني المتضررين والمجتمعات الحقوقيين والمجتمع المدني، واكثر واكثر. يعني عم نشتغل على كل الجهات اللي عم تتفضلي فيه. حلو انه اول مرة بيسألني حدا عنكم بدائل، لانه عم نعاني مشكل بالتغيير وبفكر التغيير، انه نحن يجب ان لا نتحول الى اللا الرافضه، اللا والصراخ هو للشارع وانما بالداخل. نحن بحاجه لخطه للنهوض، لازم يكون في مشروع عم تطرحيه لحتى لا اللي عم تقال بالشارع يكون عندنا مشروعيه. اذا انت ما عم تقدمي مشروع واضح المعالم، مثلا لا اللي عم تقوليها بالشارع او اللي عم بيقولوها غيرك ما عاد عندها مشروعيه. سعادة النائب، بهذا السياق تقدمتم للمجلس النيابي بمشروع قانون حديثا، ممكن تخبرنا أكثر؟ نحن صرنا مقدمين كثير مشاريع قوانين. إذا بتحكي اللي قدمتهم حديثا هن في مشروعين، اقتراحين قوانين بنسميه اللي بتقدم من قبل النائب اقتراح قانون، هن اقتراحين متزامنين بنفس الوقت ومتصلين بنفس الأزمة، هي الأزمة ما يجري بالجنوب والاعتداء الإسرائيلي على لبنان وعلى ما يجري بفلسطين، وعلى أنا بسميه اعتداء على الإنسانية جمعاء. فكان عندنا أول اقتراح هو مباشر لدعم صمود أهلنا بالجنوب، وكنا منقين إنه في بعض اللي بنسميها بالمفهوم التقني ضرائب اللي يدفعها المواطن أن يكون في له إعفاء. وهذا نوع من أنا بسميه دعم لصموده لحتى ما نحمله أعباء تاني، ونتمنى هيدي الخطوات أن تتحمل مش بس لإعفائه من دفع الضرائب، ليكون في مساعدة مباشرة، لأنه أهميتها أنه كل الشعب اللبناني يبقى متضامن مع أهل الجنوب، وكل الشعب اللبناني يكون
ملتزم بهالقضيه الوطنيه، ما قلباً تكون وقالباً. لفئه معينه او لطائفه معينه، ونكون نحن مجتمع مقسوم. الاقتراح الثاني اللي قدم بنفس الوقت هو دعم الجيش اللبناني، لان نحن بنعتبرهم هودي القضيتين متلازمتين. صمود اهلنا مش بس بالجنوب، بكل لبنان، ودعم الجيش اللبناني. اذا كنا بالفعل نطمح لوطن، واذا كان بالفعل شعبنا عم يتحمل كل هالالام هيدا ويعتدى عليه، واذا كانت الانسانيه اكثر من شعبنا، الانسانيه كلها بوطننا وبالمعموره يعتدى عليها، فالاحرى انه نكون بدعم مؤسساتنا وعلى مقدمتهم الجيش اللبناني، ليكون هو بمقدمه المدافعين، ويكون الاتحاد واللحمه ما بين المقاومين بالجنوب والجيش اللبناني والشعب اللبناني. لانه ما يتعرض اليه لبنان هلا والتهديدات باجتياح لبنان، حتى لو صار في هدنه بغزه، هذا بيفضح الاطماع الاسرائيليه. بالاول كانوا عم بيلوموا انه ليش عم تتضامنوا مع الحرب بغزه، هلا عم بيقولوا الاسرائيليين واللي معهم انه لو وقفت الحرب بغزه نحن رح نعمل الحرب على لبنان. يعني هذا بدل مره اخرى انه القرار بالحرب على لبنان هو بنتيجه فكر عدواني اسرائيلي فقط، وهذا يضع مسؤوليه علينا جميعا بالتصدي له واظهار اللحمه ما بين كل مكونات الشعب اللبناني، لحتى نترك اي مثل ما بيقولوا باب يفوت عليه الهواء علينا، وان تتحول الى قضيه وطنيه جمعاء، وعلى راسها يكون الجيش اللبناني. هيك يكون في التفاف لبناني. فلذلك المشهد واحد، ما يجري بالجنوب وما يجري من حرب اباده على الانسانيه بالجنوب وبغزه، ويجب ان تكون الالتفاته واحده: دعم شعبنا بجنوب، دعم مؤسسه الجيش، وان يتحولوا اثنين الى قضيه وطنيه جمعاء يلتف عليها كل الشعب اللبناني. نعم. سؤال أخير سعادة النائب، إلغاء الطائفية في قاموس الدكتور الياس جريدة. هيدا اللي عم نشتغل عليه وهذا الهدف. تعطيكي هي بدها جلسه لوحد، بس اقول لك نحن بنعتبر بلبنان لنا سنتين بهالمعترك، وقبل كان عندنا افكار بس انا واضحه عندي. بلبنان للاستقامه العمل نوصل لدوله المواطنه هنالك ثلاث عناصر، في عنصرين متصلين ببعضهم يعني بيصيروا عنصر واحد، هو انتظام عمل مجلس النواب، يكون واضح المعالم النظام الداخلي وكيف يمارس عمل النواب الديمقراطي أن بالفعل يعكس إرادة الشعب، ما يكون له خطف. شو يعني خطف؟ أعطيكي مثل، إنه أنت نائب هلا نحن بمجلس النواب تتقدم باقتراح قانون ممكن يبقى 20 سنة بالجرور وما حدا يقيمه، أو في قوانين إلى 20 سنة ما حدا طرحها، هذا اسمه خطف للإرادة الشعبية. استقلالية القضاء، بس ما في استقلالية قضاء بلا استقلالية مجلس النواب، بدنا استقلالية مجلس النواب، انتظام مجلس النواب. فبس ينتظم عمل مجلس النواب أنا برأيي العمل القضائي بصير مستقل وينتظم. هودي من ناحية، والناحية الثانية هو الطائفية بلبنان، هو الولوج إلى النظام المواطني لا الطائفي، لحتى نخرج من هالمصيبة. أنا لست ضد الدين حتى ما حدا يفهمني غلط، وإنما الطائفية بلبنان هي مطية للفساد والفاسدين، هكذا تستخدم. يعني نحن شفنا الانهيار الاقتصادي كيف كان الدفاع عن رياض سلامة بحجة طائفية، شفنا الانقسام العمودي هلا بما يجري بالجنوب، كيف الناس عم بتطالب من منطلق طائفي بالسياده ضد فريق اخر، علما لما كان عم يتم نهب الشعب اللبناني، هذا الفريق هذا ما كان، اذا هو بالفعل سيادي ما كان عم يدافع عن الشعب اللبناني ضد رياض سلامة وضد اللي عم يسرقوه، لانه اعتبارها ما بتهمه. فهيدا الانقسام الطائفي هو عم يوصل فينا بالبلد، وما في قيم من البلد الا بالتخلي عن النظام الطائفي. يعني انا كطبيب بعطي مثل، مرض الكوليرا هو جرثومه، والبعوضه اللي بتنقل المرض، لما نقضي على الكوليرا بدك تقضي على الجرثومه وعلى البعوضه اللي بتنقل المرض. فنحن نعمل جاهدين، وهون اهم عمل عم نعمله باقتراح عصري مسمينه ما بيخوف حدا، ما بيختزل حدا، يكون عندنا ولوج الى دوله المواطنه، وان نتخلى عن الطائفيه. التخلي عن الطائفيه بالشكل اللي يطرح هلا بشكل مباشر، انتخابات خارج القيد الطائفي وعلى مستوى لبنان وبشكل نسبي، بالرغم من انه شكله حلو بس هو بمضمونه يحمل يعني نيات تانية بتخوف ناس كتير، وقد توصل الى ما لا تحمد عقباه. وشفناها بالاقليم، في ناس فاتت بانتخابات ديمقراطيه لتلغي الديمقراطيه، لانه في ناس عم تشوف حالها عندها فائض عددي وبدها تستغل هالفائض العددي. نحن رؤيتنا لهال النظام الانتخابي اللا طائفي بتمنى يكون له حلقه مخصصه، وقريبا رح نكون عم نحكي مع كل الناس، هو الغاء الطائفيه من النفوس قبل النصوص قبل الانتخابات، بمرحله تدريجيه تمتد على 3 دورات انتخابيه، يعني 8 سنين، دوره هلا، دوره بعد 4 سنين، دوره 4 سنين. بالمختصر المفيد
لحتى اللي عم يسمعنا نعرف عن شو بنحكي. اول دوره حيلا نظام للانتخابات نعتمده ما عندنا مشكل، تقسيم على المحافظات ما عندنا مشكل، نظام نسبي ما عندنا مشكل، وانما ثلث مجلس النواب من المسيحيين ينتخبون المسلمين وثلث المسلمين بالنواب ينتخبون المسيحيين. الدوره الثانيه ثلثين من المسيحيين ينتخبون الاسلام وثلثين من الاسلام ينتخبون المسيحيين. الدوره الثالثه كل النواب المسيحيين منتخبين الاسلام وكل النواب المسلمين ينتخبون المسيحيه، ولمره واحده فقط. هود النواب اللي اجوا من بعد إلغاء الممارسات الطائفية بنقول لهم تفضلوا اكتبوا دستور الحديث للبنان. بمعنى ليش بشكل تدريجي ما بنعملها دغري؟ لأنه عم نعطي فرصة للمواطن تيفكر لا طائفيا ويفهم شو يعني اللا طائفية ويعرف ينقي النائب اللي بيشبهه بالمواطن. أنا إذا كنت مسيحي وعم بنتخب مسلم على شو بدي انتخبه؟ لأنه الأخي في الدين؟ لا، لأنه أخي في المواطنة. هل هو في يستثيرني غريزيا وطائفيا ويا غيرة الدين مثل ما عم نشوف كل مرة؟ لا، هو في يستثيرني قديش هو قادر ومنيح وقديش هو أكاديمي وقديش هو حريص على الوطن. لكن عم نعطي فرصة للمواطن لحتى يفهم مين المرشح اللي عم يظهر حاله وطنيا. لأنه إذا بدي أعملها كلها هلا من أول مرة 3/4 هال النواب اللي مشيوا هن أكثر تطرفا دينيا وعصبيا بيطلعوا بكرة بيفقعوا خطابات نحن إخوة ونحن دين واحد. بتعرف الكذب بيصير بالقاموس اللبناني السياسي عم بحكي. فعم نعطي فرصة للمواطن لا يعرف ينقي لا طائفيا مواطنيا، عم نعطي فرصه للمرشح يظهر حاله كمان، يكون بالفعل يظهر حاله بشكل حقيقي انه هو غير طائفي، هو مواطني. وهذا ما بدنا نعتمدها كل الوقت، تعتمد لمره واحده فقط، لانه احنا نعلم لبنان بده دستور جديد. انا لا اثق بمعظم هذا الطاقم السياسي هلا السائد اللي هو اجى نتيجه حرب ونتيجه نعرات طائفيه ونتيجه لصوصيه وحيرمه وسرقه اموال الشعب. لا اثق به أن يكتب دستور لبناني جديد، لأنه إذا بده يكتب دستور لبناني جديد بده يكتب مصلحته فيه ومصلحة أولاده فقط، مش مصلحة الوطن. وهذا عم نعانيها بكل لحظة من مجلس النواب. عم نشوف كيف تمرر القوانين والدساتير، تغيير الدساتير فقط للمصالح الشخصية. أنا بدي أوصل ناس منقيين من دافع وطني، الشعب اللبناني له ثقة فيهم، بيقولوا تفضلوا اكتبوا لنا دستور لبناني جديد. ساعتها بيكتبوه علماني، بيكتبوه مواطني، بيكتبوه طائفي، بيكتبوه يكتبوا اللي بده اياه. انا بدي يكون عندي ملء الثقة بهول الناس يكتبوا دستور جديد. يعني نتجه الى اعادة صقل هيكلية الوطن، حتى هالشيء اللطائفي حيرجع يتضمن الوظائف وعدم المحاسسة وكل حدا بياخذ فرصته حسب الكومبيتنس تبعه. ما في الا المواطن. هي مفهوم المواطن يصير عم تنقي الشخص ان كان بالسياسة او بالوظائف من حيلا مكان ثاني على كفاءته فقط، على الكفاءة. فلذلك هيك نحن بدنا نسميه هذا القضاء على الطائفية، التفكير الطائفي التدريجي، شوي شوي نقيمه من نفوسنا. هو خيارك انت بدك تنقي الطرف الاخر، انت اختياراتك بتكون من الطرف الاخر، ما راح تنقيه على اساس طائفي، بدك تنقيه على اساس كفاءة. شكرا سعادة النائب دكتور الياس الجرادي، تشرفنا واعطيتنا من وقتك، ميرسي بوكو، ان شاء الله الى لقاءات اخرى. الله يخليك.